السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو النهارده يا بنات هشارك معاكم اسهل صينيه بطاطس ممكن تكونوا جربتوها قبل كده، اسمها صينيه البطاطس القرعه. ليه سميناها الاسم ده؟ علشان هي دي كل المكونات اللي احنا هنستخدمها في وصفه النهارده. مكوناتها بسيطه جدا وطريقتها سهله جدا جدا، بس طعمها حكايه. لو اول مره بقى بتشوفوني انا رنا، ما ننساش اللايك والاشتراك ونصلي على سيدنا محمد في الكومنتات، ويلا نعمل صينيه البطاطس القرعه. ونقول بسم الله ويلا نبدأ في وصفة النهاردة، وهي صينية البطاطس القرع. معي 4 حبات من البطاطس، بصلاية صغيرة، قرن شط أخضر أو ممكن فلفلاية خضرة، 4 فصوص من التوم. هتجيب أي صينية موجودة عندك. طبعا بعد ما قشرنا الخضار ده وغسلناه كويس جدا، هبدأ ان انا اقطع البطاطس شرائح زي ما انت شايفة كده متوسطة. الاكله دي على فكره حرفيا بدون مبالغه انا بعملها من وانا صغيره جدا، يعني عايزه اقولك يمكن من اولى ابتدائي. عرفت طريقتها طبعا اكيد من مامتي. دايما لما كانت ماما تعمل شوربه لازم كنت اعمل البطاطس دي جنبها، لاني بحبها جدا وما زال لحد دلوقتي بحبها ودايما بعملها. بعد ما قطعت البطاطس هقطع البصلايه برضو شرائح كده رفيعه. وانا سميتها، في ناس كتير هتسأل وتقولي انت سميتيها ليه صينيه البطاطس القرعه؟ عندنا هنا دايما كانت مامتي مثلا لما كنت اعمل طبيخ او اي حاجه وطماطم الطماطم بتاعته بتكون شويه، او الطماطم ساعات كده بيجي لها وقت بيكون لونها فاتح، فالطبيخ تحس ان بيبقى لونه فاتح كده او مقيح بالبلدي يعني. فماما تقول له هو الطبيخ ده ماله قرح كده ليه؟ فما بالك بقى صينيه البطاطس دي ما عليهاش اي طماطم خالص، فاكيد قرعه رسمي يعني، فعشان كده سميتها صينيه البطاطس القرعه. قطعت البطاطس والبصل وكمان قرن الشطه. وزي ما قلت لكم لو ما عندكيش شطه خضراء ممكن فلفل، وعلى فكره ممكن تستغنى عن الشطه الخضراء كمان. والثوم بقى قطعيه قطع صغيره بالسكينه او بالهراسه او في الصلايه اي حاجه. ظبطي الملح حسب ذوقك او حسب الكميه اللي انت عملتيها، وربع معلقه صغيره خالص من الفلفل الاسود. ودي كل المكونات اللي احنا هنستخدمها في وصفه النهارده. اساسي ولابد وحتما الوصفه دي بالشوربه. ما ينفعش ابدا ان انت تعمليها بميه، لو عملتيها بميه مش هيكون طعمها حلو ابدا. لازم تتعمل بشوربه. مستوى الشوربه كده يا بنات يبقى لحد اول الخضار، بغطيها وبرفعها على النار. اول ما بتبدا في الغليان بهدي النار عليها واسيبها تستوي كده على الهادي. ما بتاخدش وقت خالص، تقريبا من 10 ل 15 دقيقه وبتكون مستويه. اهم حاجة كمان فيها يا بنات، بحب ان هو يكون فيها صوص. يعني حتى لو البطاطس شربت الشوربة دي وبقت ناشفة، لا زوديها كمان مغرفة او مغرفتين من الشوربة عشان يبقى فيها صوص. تيجي بقى تغرفي، تاخدي البطاطس الخضار كده مع شوية من الصوص او شوية من الشوربة، وتاخدي قطعة من البطاطس مع شوية من الصوص، طعمها بيكون خطير. الاكلة دي يا بنات او الوصفة دي بتليق قوي مع الرز الابيض. يعني انا بصراحة عشان تعمليها بقى بعيش او بمكرونة حسب رغبتكم لو انتوا حابين، بس فعلا لايقة جدا جدا مع الرز الابيض، طعمها بيبقى خطير. دايما لما يكون عندك شوربة اعملي الوصفة دي. ممكن تعمليها مثلا جنب الشوربة. ممكن مثلا تعمليها لو ولادك مش بيحبوا الطبيخ وعايزة حاجة تكون سهلة وبسيطة وكمان الولاد دي يحبوها، فالأكلة دي فعلا الولاد بيحبوها جدا جدا وطعمها مميز. كفاية ان مكوناتها بسيطة وطريقتها سهلة جدا. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. هسيبكم في رعاية الله.